كده وصلنا بيت الفنان حسن زهور. ود العوض هيجيبك لانه طالب بيك الجمهور، نظبط عشان احتمال يكون في فطور. ايوه يا سلام. يلا يا اخوانا نقبض الفنان حسن زهور. اتقبض. حبابك الاستاذ الجميل حسن زهور. يا اخوانا حسن زهور، شيل الوردة، خدت الوردة حتلقى الوردة، هي الوردة. صباح الخير يا اخواننا، كل سنة وانتم طيبين. في صفحة النجم الصاعد بسرعة الصاروخ 60 ريختر في الساعة، ودالعوض.com. شربت شاي؟ لسه انا بسيط والله لازم. رايك شنو في القبضة دي؟ والله دي قبضة غريبة جدا. يا اخوان ما تخشوا يشربوا معي الشاي. قول له انا اتقبضت. الزول براسه الكبير ده والله نفسه بيقول ده المصور. انت المصور الزول بيتفرج ده نفسه في كوبايه قهوه. المشاهدين المشاهدين بس قول له اتقبضت. لا قبضت ان شاء الله. قبضة زي قبضة. الله يقبضه. بريء يا بيه. يلا يا اخوانا نتعرف على حسن زهور. حبايبنا متابعي برنامج قبضتك اينما تكونوا، قبضة مختلفة، كل الاختلاف مع شخصية مختلفة. حسن زهور، حبابك يا فنان. يا مرحبا بكم والله يا اخي، صباح الخير. ويعني جيتونا قبل ما اخذت الزلابيه ذاك، جيتونا قبل الديكور قبل ما بيجوا. كل الجمهور بيعرفك بحسن زهور. نحن نعرف يعني دارين منك بطاقة تعريفية وافية كافية اسمك كامل كده. انا اسم عبد الرحمن مهدي عبدين، من ام درمان، من ناحيه الاب، من قري من ناحيه الام، وقريت في ام درمان، تعلمت في ام درمان. حسن زهور، الشخصية دي حسن زهور دي شخصية موجودة في الواقع. الله شخصية. نحن عندنا في الدباوي زول اسمه ابو ورده. ايوه. فبورده ده عاجبني. ما هو الدراما انت بتشيل من المجتمع، تدخل الشخصيه من المجتمع، تدخل في الحر الدرامي، لكن تعملها تظبيطاتها. فانا عجبني ابو ورده ده و خدتي في راسي. فيوم كده ناس فضلنا شغالين من سلسله، انا خاشي معاهم. فيوم كده خاشي لقيت نفسي ماشي المشيه بتاعت ابو ورده. ايوه. والتكنيك بتاعي بقى حق ابو ورده. لقيت نفسي بقيت ابو ورده ذاك، لكن بصوتي انا، بتكنيكي انا، بحواراتي انا. ففي ذلك قال لي انت من؟ قلت له انا حسن. ده يقول لي حسن ورده راحت مني. قلت لها حسن زهور، سودت حسن زهور. يا سلام. ونجحت والحمد لله، وهسه شغالين يعني الحمد لله رب العالمين يعني. يا سلام. ده بدنا ناخذ منك قبله زي كده يعني. ايوه. يعني انا كان مشيت لفضيل، قلت له أيوه. شوف يا حاج، هذا دار البنيه دي. البنيه داخلها. طيب انا ما عندي اي حاجه. كمان عندي زهور، عندي ورده، حسكنها بالورود، حاكلها ورود، حتشرب الزهور. انت ذاتك يا حاج حبقيك زهر. انت ما نجي وانا مره دي بالك زول شغال في الحقوق ولا شو؟ بس هنا ضمن نقول كده. قال لي هذا زهور هذا فطور. قامت نجحت الشخصيه والحمد لله. يا سلام يا اخي. كده كلمنا عن بدايتك الفنيه. بحكم انه المسرح الغومي قريب للبيت، نحن في النباي، يعني 10 دقائق بالارجل بتصل للمسرح الغومي. عندنا اخونا كان بيحب المسرحيات، تجينا طوالي، فجيت معاه جابني مسرحيه. فالمكان عجبني، بقيت اجي كل يوم براي لحد ما خشيت براي، قدمت المسير. اشتغلت في فرقه استاذنا محمد خير الصياد، هو استاذنا وعلم الممثلين الكتار رحمه الله عليه. اشتغلت مع استاذنا هذا الصديق دكتور رحمه الله عليه. اشتغلت في كم فرقه مسرحيه، ودرست دراما قصر الشباب والاطفال. وبعد ذاك طبعا في ضريبه بتاعت الخريج انه لازم يدرس في القصر. درست كم سنه كده. الحمد لله عندنا تلاميذنا من النجوم. انا اصلا مخرج ومؤلف. لكن يا استاذ انت معروف في الساحه الفنيه انك بتكتشف ناس بتطلعهم للساحه، ده الحاجه اللي عرفتها يعني. انا قلت بدون ذكر اسماء كده، لان انا ما بقول انا عملت فلان ولا عملت فلان. لكن يا استاذ ما طلعت ناس بيقولوا نجوم. بيقولوا نجوم يعني معلش يعني ما في حاجه. هم قاعدين يقولوا لما نعمل معه اللي قاعد يقولوا والله احنا ذكروها كثير، لكن انا ما بقول انا سويت كده. هم قاعدين يقولوا والله ما قاعدين يقولوا، لكن يعني
يعني ما تقول اساس طلعت فلان الفلاني عشان نجوميته. انا اديك يعني انا يعني اديك مثال. ايوه فضل ده من يعني لما نقول عليه سوبر ستار. ايوه ده من تلاميذنا يكتبوا الدور المدرسيه. يا سلام فضيله. يا سلام. آه كتار يعني كتار وبدون ذكر اسماء، لكن يعني معظم النجوم الكوميديا في البلد دي والممثلين الشطار دي تلاميذين الحمد لله، وقاعدين يقولوا لها طوالي. قديم الزيت الزيت والله ان شاء الله يعني نحن في مجموعة فضيل، نتكلم اسم مجموعة فضيل الان. في جديد، في دراما تصورت جديدة هتنزل في الايام الجاية. اشتغلنا حاجات كثيرة وحاجات جميلة عن مخاطر التعدين وعن يعني شغل وطني والتعامل بتاع النازحين. انا طبعا كلمة النازحين دي ما مقلة، لانه الوطن حق الكل يعني. ايوه وان شاء الله الناس حتشوف حاجات جميلة جدا جدا، لكن يعني برضو يعني من اجمل الحاجات انه في منافس جديد خش في السوق اللي هو ورد العرب في صفحة. سلام يا اخي، يا اخي ده شرف لي ودي اشاده من استاذ كبير، وان شاء الله يا اخي نكون منافسين ان شاء الله. في الفترة الجاية حكون في حاجات جميلة وفي مسرح جميل، وان شاء الله هنعمل حاجات حلوة ان شاء الله. يعني البلد في حالة مواقف وطنية، يعني وين من الحاجة الحاصلة في البلد؟ يعني وين من الحرب، وين من موقف الجيش، وين من دعم كل الجيش؟ نحن انا شخصيا ومع فضيل على بكرة ابيها نحن واقفين مع الجيش قلبا وقالبا. يا سلام. لسبب واحد، لانه قوات الشعب المسلح هي القوات بتاعتنا نحن، هي الحامي الحمى بتاع السودان. وفي هيبة القوات المسلحة هيبة الدولة. نحن من حقنا ومن حق اي سوداني عنده راس انه يقف مع قوات الشعب المسلحة ضد القزاة. نحن يعني قزاة 16 دولة، فلازم نحن نقف مع جيشنا، لانه دي حرب بتاعت وجود. يعني نحن يا هم، ونحن واقفين معهم. يعني واقفين كيف؟ هم بيقاتلوا بالسلاح، نحن سلاحنا المسرح. بنوري المواطنين الحاصل شنو، وحذرنا من بيع البيوت، لانه في حمله حتكون بتاع البيوت، بيع البيوت اللي حيشتروا هم ذاتهم الميليشيات دي. حيشتروا بشنو؟ حيشتروا بالقروش السرقه من البنوك وسرقه من الناس. حيشتروا منك بيتك بقروشك. حذرنا الناس ما تبيع بيوتها، ما تقول انه مفلس وتعبان وما عنده حاجه بيتنا هبوط. يشيل ان شاء الله ورقه بتاع الجريده قلتها في الوطن قلت فيها بس بيته ما يبيعه. حذرنا الناس وورينا الناس انه برضه ما تخرج انها يقف مع جيشه ويزول يدعم جيشه ولو بالكلمه. ده الشغالين بالحمد لله. يا سيدي حسن زهور، القبضه كانت قبضه حقيقيه. قبضه حقيقيه. نعم بعدين. أقول عندكم زلابي وشيء، لكن ما الله غايته انتوا جيتوا ما ادري الدقيق ما بلينا، ولكن غايته يعني في شيء العصير كده. يعني في عصير يا اخي معقوله يا حسن زهور قاطع الفطور تجيب لنا العصير؟ انا والله صراحه يعني يقبح حسن عصير طبعا. هذا في جمله والله ضروريه انا اقولها. انا شخصيا يعني حينا الشندي. يا سلام يا حي شندي يعني بشكل كبير جدا جدا، والقلاع الجامع بالذات يعني نحن كناس وافدين يتعاملوا معنا تعامل جميل جدا جدا. انا شخصيا يعني البيت المهجر ذاتي والله انا بعتبر ان ربنا يعني اداني اسره هديه. يا سلام. فيعني ناس بيتعاملوا مع ضيوفهم كويس ويتعاملوا معانا كويس. فصعب ذاته للناس ذاته بعد الحرب تنتهي الرجعه ذاته، لانه يكون جزء من الاهل يعني. يا سلام. فنحن قاعدين معهم هنا في قلاع الجامعه الاستاذ كمال وزوجته نوره وباقي الاسره. يعني جد ما عارفين نحن نقول لهم شنو. شكرا لهم، شكرا لهم لما يعني الدنيا يعني تسعة. يعني القلاع الجامع كلهم فردا الناس جميلين جدا جدا. الشندي وقفوا معانا كنازحين وقفة جميلة خالص خالص والحمد لله رب العالمين. يعني هسه العصير ده من الشندي يا حسن زهور؟ دي شفت دي العصير ده في حاجات كده يعني ممكن تشرب البوكة الأولى تلقاه يوسف فندي، البوكة الثانية برتقال، البوكة الثالثة ما بتلقاه. ما معقول. شفت يا اخوانا حنكنا عشان برضه نقول الفطور، لكن مع حسن زهور غايب الفطور. وان شاء الله غايته نحن يعني انتوا اشربوا كل واحد يشربوا 4 كباب بتاع العصير وانتم مالكين. لا الفطور ما جاي. ايوه اخذ الكلام يا اخي. لكن هل يعني انت ذاتك كم بعد تشرب 4 كباب بتاع العصير
وبعد ذاك قدرت تاكل الا بس وتمسك بس. لا لا بدنا وانت استاذ بزوق لك حاجه انا مش كامل تعصب ذلك في نوع من الفضول يا جماعه. والله فطور رز بلبن يا اخي والله يا استاذ سعيدنا بك شديد والله يا وبنحتزل للقبضه المفاجئه دي. والله حاجه جميله، وشكرا لكم وشكرا لكل القنوات اللي بتحتفي بالفنانين وفي المبدعين. والتحيه من هنا لكل الدراميين الشغالين في السودان. الان في حركه مسرحيه منتشره في السودان ما حصلت ذاته قبل كده في كل ولايه، في 3 4 فرق مسرحيه شغالين، هم الحريم هم الحرب شغالين، عروض مسرحيه شغالين، نجوم الوافدين، انسام الكوميديا، دعاش الكوميديا، دعاش الكوميديا، مجموعه فضيل، ايوه فرقه الفلوكه، ايوه فرقه التنه وبليل. يا سلام. حتى نحن وصلنا ان عندنا مسرحيه مشاركه في مهرجان يا خارجي. سلام. الناس ما واقفه. كلمه اخيره لبرنامجنا قبضتك وحي بعدها جمهورك ومحبينك. والله التحيه للفكره بتاعت البرنامج بتاعت قبضتك، فكره جميله جدا. كونه يكلموك بوب كده يجوم كده، دي فكره جميله وفكره يعني رايده. عشان ذاته ما يكون في ديكور وتغيير وتزييف ورش وبتاع وكلام زي كده. فبرنامج جميل، والاجمل انه حيشاهدوه مشاهدين جميلين وكل صوت طيبين، وان شاء الله تامين لامين، وقريبا ان شاء الله نرجع لمدن نعوده، ونرجع للخرطوم ونرجع لبحري وشباب بحري والمسرح القومي ودار الرياضة والدنيا كلها ان شاء الله قريب، وكلنا نلتقي هناك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لكن ما حننسى الولايات، لانه نحن الولايات ايوه عطبر شد الدامر كل الولايات يعني ربطتنا بهم علاقات يعني اكثر من اسريه. يا سلام. ما حنقدر ننساه لانه جزء بيقوا مننا، يعني بيقول يعني جزء مننا شديد اصيل يعني. يا سلام يا سلام. شكرا لك استاذنا الغامة الجميل عبد الرحمن مهدي حسن زهور، كما يحلو لمحبيه. الله يديك الصحة والعافية لحد ما نقبض لكم زول ثاني او عافية. قبضوني. الصحة والعافية يا استاذ. الله يبارك فيك يا الله يكرمك كثير يا اخي، ان شاء الله عامل يا اخي. الله يبارك فيك. الله يديك العافية يا اخي.